هل يا ترى أجدادنا الفراعنة كانوا مسلمين وموحدين؟ هل أصلا أجدادنا كانوا فراعنة؟ هل اليهود فعلا هم اللي بنوا الأهرامات؟ الفيديو ده مهم جدا ولازم تشوفه كله من أوله لآخره قبل ما تهاجمني أو تكفرني أو تخرجني من الملة، ويا ريت تدعمه بلايك وتعليق علشان وارد جدا الفيديو ده يتحذف. فمن غير ما نطول كتير صلي بينا على النبي وتأكد إنك متابعني على كل حساباتي على السوشيال ميديا، وبسم الله يلا بينا نبدأ. هل يا ترى أجدادنا الفراعنة اللي بنوا الأهرامات أحد أهم عجائب الدنيا إن ما كانتش أهمها على الإطلاق؟ ده غير المعابد والمسلات وكتير من الآثار الخالدة ليومنا هذا كانوا مسلمين وموحدين بالله؟ هل أصلا أجدادنا كانوا فراعنة؟ هل الفراعنة هم أصلا اللي بنوا الأهرامات والآثار المصرية القديمة؟ أسئلة مهمة وحيرت ناس كتير وإجابتها بالرجوع لورا من وقت سيدنا آدم عليه السلام ونزوله على الأرض وإنجابه ذريته واللي كان منها الصالح ومنها الطالح. البداية مع قصة ابني آدم كما قال الله تعالى في سورة المائدة بدءا من الآية 27: واتلو عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. المتداول أو زي ما كلنا عارفين إن ابني آدم دول هم هابيل وقابيل، ولو فتحت أي كتاب تفسير للأسف هتلاقيه بيتكلم عن هابيل وقابيل وإن واحد فيهم خلص على التاني علشان قال إيه كانوا بيتنافسوا على الزوجة الأجمل. وللأسف الكلام ده اتضح والله أعلى وأعلم إنه غير صحيح. ليه بقى؟ لأنه لم يرد ذكر هابيل وقابيل لفظا في القرآن الكريم، فقط ابني آدم. أسمائهم إيه بالظبط القرآن ما صرحش. طب هل في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم ذكر فيه اسم هابيل وقابيل؟ الإجابة لأ. طيب جبنا منين قصة هابيل وقابيل أو مصدر القصة دي إيه؟ مصدرها للأسف روايات تاريخية بترجع للتوراة واللي للأسف تم تحريفها زي ما القرآن قايل وزي ما كلنا عارفين. طيب يا ترى ايه اسماء اولاد ادم دول وايه حقيقة القربان وليه اصلا كان في ما بينهم خلاف؟ والاهم هل ده هيفرق كتير في فهمنا لحاجات مهمة؟ في كتاب البرزخ سنعيدها سيرتها الاولى بيقول الباحث رامي نبيل ان ابني ادم الاوائل دول هم اوزوريس او اوزير او ادريس كما ذكر في القرآن، وده الشخص الصالح ونبي الله طبعا زي ما كلنا عارفين. اما اخوه او المفسد في الارض علشان السوشيال ميديا ما تزعلش فهو ست او إسرائيل. واللي ببحث صغير على جوجل هتلاقيه بيقولك إن الروايات الفرعونية بتقول إن ست ده إله الظلام والفوضى واللي خلص على أخوه أوزوريس. يعني الكلام ممكن جدا يكون صح. كتاب البرزخ بيقول كمان إن تم تزييف حقيقة مهمة وهي إن إسرائيل ده مش هو أبدا سيدنا يعقوب، وإن ده خطأ أو تزييف مقصود اتفرض علينا من روايات التوراة. ده غير حديث حسن للرسول صلى الله عليه وسلم لكن الراوي بتاعه حواليه بعض الشكوك، وإن القرآن الكريم نفسه ذكر سيدنا يعقوب وآل يعقوب لفظا بيعقوب في مواضع كتير من قبل ولادته وعندما بشرت به زوجة سيدنا إبراهيم عليهم جميعا السلام في سورة هود الآية تحديدا 71 فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وفي سورة البقرة الآية 133 أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. واخد لي بالك مسلمون علشان إن الدين عند الله الإسلام، يعني حتى رسل بني إسرائيل موسى وعيسى وغيرهم كانوا مسلمين، وتقدر تتأكد من الآيات في القرآن الكريم بنفسك. المهم نرجع لموضوعنا. دايما بيتذكر يعقوب عليه السلام باسمه يعقوب، حتى في سورة يوسف اللي بتحكي قصة سيدنا يوسف ويعقوب كاملة ما وردش ذكره غير بيعقوب، لكن إسرائيل ده شخص تاني خالص. بيكمل رامي نبيل وبيشرح كلام كتير جدا في الموضوع ده وبصراحة كلامه كله منطقي، وبيأكد ان مستحيل يعقوب يكون هو إسرائيل، وبيقول ان القرآن كان واضح جدا بس احنا اللي حصل لنا لبس نتيجة التزييف وادعاء ان يعقوب هو إسرائيل. واللي لو بحثت عن مصدر المعلومة دي ايه او مين اول من قال ان إسرائيل ده هو يعقوب تلاقي الموضوع بيرجع لسفر التكوين الإصحاح رقم 32، يعني من تاني التوراة اللي للأسف تم تحريفها. طيب يا ترى ليه حصل التزييف ده؟ عشان نسل بني إسرائيل الحالي ما يرجعش لجينات الفاسد اللي خلص على أخوه، ولا نفتكر ونربط بين طبيعة الإفساد في الأرض واللي ما زالت للأسف مستمرة لحد وقتنا هذا. نرجع من تاني لقصة ابني آدم واللي وفقا لكتاب البرزخ كانوا بيقدموا قربان تقرب لله عز وجل علشان حد منهم يرث نبوة سيدنا
سيدنا آدم عليه السلام. وزي ما الآيات بتحكي ربنا تقبل من إدريس وورث هو النبوة ولم يتقبل من ست أو من إسرائيل، فخلص ست على أوزوريس أو إدريس من شدة حقده وحسده. ست منها ستان واللي معناها بالإنجليزية شيطان، ما هو أول شيطان بشري يرتكب خطيئة ويخالف أوامر الله عز وجل. وبالمناسبة الكلام ده بيتفق مع كلام سبق وقاله دكتور مصطفى محمود رحمة الله عليه في حلقة سنة 1994، والحلقة دي اتسببت وقتها في إيقاف البرنامج. واحنا قدام تاريخ لازم يعاد كتابته من الأول للآخر. وبعدين يعني حتى لما نشوف الآلهة دول نلاقي أساميهم تستوقف النظر، يعني مثلا أتوم، أوزيريس، نوح. الله، طب ما هو دول آدم وإدريس ونوح. خاصة إن أتوم الإله، أتوم الإله الكبير، التعريف بتاعه في الفرعونيات إنه أول من نزل على الأرض. الله، ما يبقى صريحة بقى. يبقى إذن فعلا كعادة الجماعة التاريخ القديم كان لما الناس واحد عظيم يموت بعد كده يتحول لأسطورة وبعدين يألهوه. فده اللي حصل لآدم اللي بقى أتوم. أتوم. أوزيريس هو إدريس، لأنه وصفوه برضه أوزيريس بأنه هو اللي علم الناس الكتابة بالقلم ولبس المخيط وتقسيم الفصول والتقويم الشمسي والنجوم والحاجات دي كلها. ودي الحاجات دي كلها تنسب إلى النبي إدريس، ومعروف إن النبي إدريس كان في مصر وإنه هو اللي علم الناس الكتابة بالقلم والتقويم الشمسي والفصول والنجوم والحاجات دي كلها. فلا غرابة أن يكون أوزيريس هو إدريس. وبعدين نوح حتى بيكتبوها NOHA، هو تعريفه في الفرعونيات إنه هو إله الماء والفيضان ومنقذ البشرية. إذن ده هو لابس تمام على نوح بتاع الطوفان. يبقى فعلا الأتوم وأوزيريس ونوح هم آدم وإدريس ونوح. أحب أضيف للكلام ده إن في ترجيحات مش قليلة ولا يستهان بيها على الإطلاق بتقول إن اللي بنى الأهرامات هو سيدنا إدريس عليه السلام زي ما قال دكتور علي جمعة وغيره، وإن الأهرامات اتبنت بوحي من الله عز وجل لحفظ علوم الأرض من الطوفان العظيم أو طوفان نوح فيما بعد عليهم جميعا السلام، وإن جميع الأنبياء دول جم مصر أو كانوا مصريين. طيب إذا صح الكلام ده ويعقوب مش هو إسرائيل، استفدنا احنا ايه؟ او بمعنى اصح استفاد ايه اليهود من التزييف ده؟ نفس الكاتب رامي نبيل وكذلك دكتورة اسمها فاطمة الزهراء، وده حسابها على السوشيال ميديا. اذا حابب ترجع لكلامها او لكلام قناة البرزخ على الابليكيشن الاحمر ده، واللي من وجهة نظرهم اليهود زيفوا حقيقة نسلهم واستغلوا فكرة وسوسة الشيطان بين سيدنا يوسف واخوته اللي رموه في البير، وادعوا انهم من هذا النسل الشريف نسل سيدنا يعقوب، رغم ان الكلام ده غير صحيح. هو صحيح إخوة يوسف وسوس لهم الشيطان، لكنهم تابوا واستغفر لهم سيدنا يعقوب وسامحهم سيدنا يوسف وتابوا وماتوا وهم صالحين، ودي الأدلة من القرآن على الكلام ده. لكن ست اللي خلص على أخوه اتطرد من مصر من زمان وما بناش أي حضارة على أرض مصر، يعني نسلهم ملوش علاقة أبدا بالحضارة المصرية القديمة. واخد بالك بقول إيه؟ الحضارة المصرية القديمة مش الحضارة الفرعونية أبدا. وفقا لكتاب البرزخ بيرجح إن ست بعد ما اتطرد من مصر عن طريق ابن أخوه حور راح استقر في بلاد الرافدين في بابل وبنى حضارة سومر لأبناء ست أو نسل بني إسرائيل. وفي أدلة لا يستهان بيها في الموضوع ده، منها الحاجات دي. بيأكد الكتاب كمان ان سيدنا موسى فقط هو النبي الوحيد اللي من نسل بني اسرائيل، وباقي الرسل من نسل ادريس اللي بنقول عليه زورا هابيل عليهم جميعا السلام، واغلبهم كانوا في مصر او جاءوا الى مصر لكن ارسلوا الى بني اسرائيل. في فرق بين ان ربنا يرسل رسول من القوم يعني من نفس جنسهم، وفرق بين انه يرسل رسول الى القوم. نرجع لسيدنا موسى وزمن الفراعنه. سيدنا موسى عليه السلام وقومه وكذلك قارون وهامان وفرعون كلهم جميعا كانوا من بني إسرائيل، من نسل إسرائيل أو ست اللي خلص على أخوه. طبعا النسل ده منهم الصالح زي سيدنا موسى وهارون وسحرة فرعون اللي أسلموا وغيرهم، ومنهم الطالح زي قارون وهامان وفرعون والنمرود اللي كان عايز يحرق سيدنا إبراهيم وغيرهم كتير من المشركين، اللي منهم اللي عبد الشمس واللي سجد للشيطان واللي عبد العجل زي ما قلنا في حلقة قبل كده، ومنهم اللي استخدم السحر واللي ادعى الألوهية زي مين؟ زي فرعون الخروج أو فرعون موسى، واللي بالمناسبة مش مصر الجنسية زي ما سبق وقلنا، وكان وجودهم في مصر عبارة عن احتلال هكسوسي لمصر. زمن الفراعنة اللي احنا بجهلنا بنردد ان حضارتنا حضارة فرعونية، كان احتلال هكسوسي لمصر، والهكسوس دول عبارة عن قبائل بربرية من شتات الأرض. ما بيفكركش الكلام ده بحاجة؟ رغم ان فرعون كان من بني إسرائيل لكنه استعبد طائفة منهم عادي وعمل فيهم زي ما القرآن حكى لنا. الكلام ده حصل في وقت
وقت ضعفت فيه مصر واحتلها الفراعنة الهكسوس من نسل بني إسرائيل اللي للأسف كانوا مش مؤمنين ومشتتين في الأرض، وكانوا بيستخدموا السحر وأشركوا بربنا. وفي آيات كتير جدا اتكلمت عن الحاجات دي، ركز معايا كويس في الآيات دي. في سورة الزخرف الآية رقم 46: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. يعني ما كانش مرسل أصلا لمصر والمصريين اللي كانوا أصلا موحدين، والدليل مشطة فرعون والقصة اللي كلنا عارفينها. وفي سورة العنكبوت الآية رقم 39: وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. وفي سورة القصص الآية رقم 76: إن قارون كان من قوم موسى إلى آخر الآيات. وفي سورة يونس 75: ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. تاني وفي نفس السورة الآية رقم 83: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم إن فرعون لعالم في الأرض وإنه لمن المسرفين. وفي سورة الأعراف الآية رقم 103: ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. يعني موسى عليه السلام كان من بني إسرائيل وأرسل إلى فرعون وملئه علشان ضلوا، وربنا كان بيريد هدايتهم. ولما ما رضيوش يأمنوا عاقبهم ربنا وغرق فرعون وجنده في اليم وخسف بقارون الأرض زي ما مثبت عندنا في القرآن. طيب دكتورة فاطمة الزهراء بتقول هل من المنطق ان ربنا يخسف بقارون وكنوزه الأرض اللي رفض بس يآمن بسيدنا موسى، حين فرعون اللي علا وتجبر ربنا هيسيبه او هيسيب اي اثر او اي حاجة بناها؟ الإجابة اكيد لا. وفي آيات كتير جدا بتأكد الكلام ده. واخيرا عصر الفراعنة اللي هم اصلا مش مصريين، بس في محاولة خبيثة بيحاولوا ينسبوا حضارة مصر للفراعنة اللي هم اصلا بني اسرائيل. وطبعا التزييف ده كان ومازال بيحصل لأهداف وأطماع ما زالت مستمرة لحد النهاردة. واخيرا عصر الفراعنة ايا كانت ملتهم حديث مقارنة بعمر الأهرامات والحضارة المصرية القديمة واللي عمرها آلاف السنين حرفيا، مش مجرد 3000 سنة زي ما التوراة بتقول. مش عارفة هتقتنعوا بالكلام ده ولا لأ؟ عامة شاركوني رأيكم في التعليقات. أنا شخصيا مقتنعة جدا بالكلام ده، وحقيقي ما أشبه الليلة بالبارحة. ياريت نبطل نقول حضارة فرعونية ونقول حضارة مصرية قديمة مسلمة وموحدة بالله، وده اللي هنثبته بإذن الله في الفيديوهات الجاية وبالأدلة. فاستنوا الفيديوهات الجاية وما تنسوش تشوفوا الفيديوهات اللي فاتت علشان أكيد إن شاء الله هتعجبكم. لايك وفولو لو عجبك الفيديو، وانشره في كل مكان عشان النوع ده من المحتوى مقصود محدش يشوفه.